الموضه اليومين دول في المطفي ربع لامع، ايه رايكم لو عملنا ديكور لامع؟ خلفيه لامع. السلام عليكم. في البدايه ده معجون رخامي، هناخد شويه من المعجون الرخامي ده، ولون المعجونه فانيلا لاتيه. ونبدا نسحب المعجون على الحيطه بتاعتنا يا جماعه. بعد كده يا جماعه هناخد السوكو لون بني اغمق من الارضيه اللي هي الفانيلا لاتيه، وهنبدا نعمل تقطيعه كده عشوائيه. على بال ما تنشف يا جماعه السوكو والتأثير اللي احنا عملناه، هناخد لون بني تمام، وده ستوكو برضه تمام. هنضيفهم كده مع شويه اسود، وهنلون الستوكو بالشكل ده، وهنخفه بالميه، خليه خفيف يعني زي الدهان، زي ما يكون مثلا بلاستيك. اخيرا هناخد السكينه للسلسه يا جماعه، وهنبدا نلمع بالسوكو بتاعنا علشان يطلع النتيجه النهائيه للديكور الثلاثي الابعاد او 3 دي الرخامي. طبعا الصنبه دي لو انت عايز تعملها اعملها، ولو الناس طلبتها هسيب لكم المقاسات بتاعتها في التعليقات، او هنشر لكم صوره بالظبط لطريقه عملها في شورت او في المونتاج ان شاء الله تمام. لكن زي ما قلت لك ممكن تعمل اي صوره من على القناه عندنا او اي رسمه، يعني مفيش عندك اي مشاكل. مجرد يا جماعه ما نبدا نلمع يبدا يطلع لنا تأثير رخام، تبدا اللمعه بتاعت السوكو تظهر. وبكده نكون وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. لو بتتفرجوا على الفيسبوك اعمل لايك للفيديو، لايك للصفحة، ونشوفكم ان شاء الله في الدروس القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.